السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أفضل مكان يمكن أن تأخذ فيه دروسا في نظرية المؤامرة وأن تتعلم الحديث عن المؤامرة هي وسائل الإعلام الجزائري التي لا تنفك. تتكلم عن المؤامرة في كل وقت وحين، وخير دليل على ذلك هي البرامج الحوارية التي ناقشت فيها قضية الجوائز الكاف، وكذلك الحديث مسبقا عن كان الكوت ديفوار وما ستتعرض له الكرة الجزائرية. إذن لنشاهد هذا الفيديو، هذا البرنامج الحواري من إحدى القنوات الجزائرية، قناة الشروق الإخبارية، ثم نناقش هذا الموضوع. حتى وليد صادق أيضا في تصريحاته للشروق أن المنتخب الوطني الجزائري في أمان خلال كأس أفريقيا 2024 بكوت ديفوار. أنت تعلم ونعلم جميعا المؤامرة التي تدور من هنا ومن هناك بخصوص ضرب استقرار كرة القدم الجزائرية ومن يترصد بكرة القدم الجزائرية. أكيد نثق بوليد صادي والمساعي التي يقوم بها من أجل أن يحمي المنتخب الوطني، لكن هل لنا أن نتخوف من لعبة الكواليس في كأس أفريقيا القادمة؟ نعم، يعني أنا نظن أشاطرك الرأي لما تقول نثق في وليد صادي، وهذا يعني ما عنديش شك فيه، ولكن انا نظن ان كيما نقولوا اوني جامي اسي برودون، ولازم الواحد يكون يعني يقف في المرصاد حتى يعني لا يعني حتى لما تبدا الكان لازم واحد دائما يقعد يعني يعني روحه، لان اليوم نقدر نقول لك ان هاد الناس شفنا في السابق ان هذه المؤامره هي عندها مده زمنيه، وهي يعني تحاك ضد المنتخب الوطني حتى الاقصاء الى كأس العالم. شفنا الطريقة يعني التي أقصينا منها، وشفنا يعني العمل الذي عمل في الكواليس من طرف هذا المخزن المغربي لكي يعني المنتخب الوطني يتم تدميره. حنا اليوم أنا نظن يعني الرئيس وليد صادي يعني واعي بكل ما يعني يعمل في الكواليس. نظن اليوم لما يكون عندك رئيس اللي ما ينفيش أن هناك مؤامرة، ديجا هذه نقدر نقول لك يعني خطوة كبيرة، لأن لما يكون عندك رئيس فيدرالية يعني متفطن وهو يعني يعرف أن هناك مؤامرة، هذا ديجا يعني هذا قصد كبير من العمل. ثم زيد على ذلك أن اليوم نقدر نقول لك من هذا المنبر لازم يعني كل الفاعلين في محيط كرة القدم، من صحافة، من يعني كل يعني الناس اللي يعني اللي دخلوا في البلاطوات، لازم اليوم نديروا يعني جبهة قوية، لأن اليوم حان الوقت لكي نلتف وراء المنتخب الوطني. هذه ليست شعارات مثل فعلها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا نعرف مواقفهم من قبل، ولكن هذا لازم يولي يعني ليس شعار، ولكن هذا يولي يعني كما نقولوا احنا يعني يفو جواندر لاكتر على بارول. ولازم الواحد اليوم يعني بقى لنا شهر على كاس افريقيا، لازم نوقفوا وقفه رجل واحد. لازم اولا يعني التصدي لهذه الهجمات الخارجيه، وخاصه ويعني نعاود نقولها هذا المخزن المغربي الذي اليوم يعني خلاص يعني نقدر نقول لك ولا يلعب على المباشر، ولا يعني يعمل فعلته بشكل مباشر. هذا الحقير فوزي لقجع انا نظن بتضافر جهود الجميع من فاعلين كرة القدم، يعني الجزائريين بقوتنا الدبلوماسيه ويعني بقوه الدوله الجزائريه نعرف ان نقدروا نرجعوا هاد الناس الى مكانهم في يعني اسرع وقت، لان الكاف اليوم اصبحت رهينه، ولذلك يعني نتحدوا. ثم ما يحدث داخليا ما بيننا عندنا الوقت الكافي لترتيب امورنا وترتيب البيت، وهذا يعني في مصلحه الكره الجزائريه. اليوم عندنا شاب اللي هو وليد صادي نلتف وراءه ونتمناو يعني ينجح في هذا، ونتمناو يعني يزيد اكثر من ذلك، لان اليوم لا خوف على الجزائر عندها رجالها وعندها رجالها في الخفاء لتقدر يعني ترجح الكفه لصالحها. ولذلك نقول له اليوم لازم عليه لما لا استدعاء بعض رؤساء، ولا كما نقولوا يعني انفوي دي انفيتاسيون لبعض رؤساء الكونفدراليات
للمجيء الى الجزائر يقوم باجتماعات اليوم يعني كفانا. لان اليوم انا نقول لك لو نقعدوا في هذا يعني نقعدوا في يعني اون طونك سبيكتاتور ولا نقعدوا في هذا الموقف نستناو هاد الناس ما مش راح يحبسوا. لازم علينا اليوم لازم يكونتر اتاك ولازم نديروا كل شيء بمساعده لما لا الدبلوماسيين الجزائريين في البلدان الافريقيه. ونظن ان الجزائر يعني اليوم هادو الناس بالك ربحوا المعركه ولكن الجزائر ستربح الحرب ان شاء الله.